تخيل كده اللحظة إن حياتك دي خريطة كبيرة. ساعات الخريطة دي بتبقى واضحة قوي، الطرق متسفلتة والأماكن اللي عايز تروح لها باينة. لكن في أوقات تانية ممكن تبقى مشبرة، مليانة مطبات ومش عارف هتوصل لفين، ومتغطية بضباب الشك والحيرة. هل بيجيلك إحساس إن في حاجة ناقصة؟ قطعة مش موجودة في بازل وجودك؟ الملايين حوالين العالم بيحسوا بالإحساس ده. الملايين حوالين العالم بيحسوا بالإحساس ده. عشان نكتشف إيه اللي بيخلي روحنا تنور، إيه اللي بيدي لحياتنا معنى حقيقي. دي الرغبة في إنك تكتشف شغفك وفي الآخر تحدد هدفك. السكريبت ده مش مجرد كلام، لأ، ده دعوة ليك عشان تبدأ أهم رحلة في حياتك. رحلة البحث عن ذاتك الحقيقية، عن اللي يشعل روحك، عن اللي يديك القوة عشان تتخطى أي مستحيل. دي رحلة ممكن تبقى مليانة تحديات، بس أكيد هتكون مجزية بشكل مش طبيعي. يلا بينا ننطلق مع بعض في المغامرة الشقية دي. إحنا عايشين في عالم غرقان في الدوشة، دوشة التوقعات بتاعت الناس، دوشة إعلانات الحاجات اللي عايزين نشتريها، دوشة التوقعات بتاعت الناس، دوشة إعلانات الحاجات اللي عايزين نشتريها. من صغرنا بيزرعوا فينا أفكار معينة عن النجاح، شهادة جامعة معينة، وظيفة محترمة، بيت كبير، عربية فارهة. هل هي بالضرورة اللي بتدينا السعادة الحقيقية والإحساس بالرضا؟ كم مرة اخترت تخصص في الجامعة أو وظيفة بناء على المفروض تعمله بدل اللي بتحب تعمله؟ كم مرة حسيت بالزهق أو الإرهاق في شغلك بالرغم إنه بيوفر لك حياة كويسة؟ ده مش ضعف منك، لا، ده نتيجة طبيعية لنظام ساعات بيدفعنا نبعد عن طبيعتنا الحقيقية. المشكلة الحقيقية مش إننا ما عندناش شغف، لا، المشكلة إننا ما اديناش لنفسنا الفرصة نكتشفه. إحنا غطيناه بطبقات من التوقعات والالتزامات لغاية ما بقى صعب نشوفه أو نحس بيه. بقينا ماشيين زي الآلات، بنعمل المهام، بنمشي على الروتين، وبننسى إن جوهر الحياة في الشغف اللي بيدفعنا نقوم كل صبح بحماس. توقف للحظة، هل بتحس إنك تايه في زحمة الحياة؟ هل نفسك في حاجة أكبر؟ حاجة تملك طاقة وحيوية؟ لو كده يبقى الفصل اللي جاي ده هو بدايتك. أول خطوة في رحلة اكتشاف الشغف هي إنك تسيب فكرة إنك لازم تبقى عارف إيه هو شغفك. كتير مننا بيحسوا بضغط إنهم لازم يعرفوا هدفهم الأكبر من الأول، وده بيشل حركتنا. الحقيقة إن الشغف مش حاجة بنتولد بيها وبنعرفها بالفطرة، لأ، دي حاجة بنكتشفها من خلال التجارب، الاستكشاف، وحتى الفشل. فكر زي طفل صغير، الأطفال ما بيخافوش يجربوا، بيلمسوا، بيدوقوا، بيقعوا، بيقوموا، وبيكرروا المحاولة. هم مدفوعين بالفضول والرغبة في استكشاف العالم حواليهم. دي بالظبط العقلية اللي محتاجها عشان تبدأ رحلتك. ابدأ لاحظ نفسك في حياتك اليومية. إيه اللي بيخليك تنسى الوقت؟ إيه اللي بيخليك تنسى الوقت؟ إيه المواضيع اللي بتشدك وبتخليك عايز تعرف عنها أكتر؟ هل بتقرأ عنها في أوقات فراغك؟ هل بتتفرج على أفلام وثائقية؟ إيه المشاكل اللي بتزعلك أو بتغضبك ونفسك لو تقدر تحلها؟ ممكن يكون شغفك مستخبي في رغبتك إنك تعمل تغيير إيجابي. إيه الحاجات اللي كنت بتحبها وإنت طفل بس بطلت تعملها؟ غالباً شغفنا الأولاني بيكون مؤشر قوي للي ممكن نستمتع بيه وإحنا كبار. ما تكتفيش بالملاحظة، ابدأ جرب. خصص وقت لأنشطة جديدة، جرب هواية ما فكرتش فيها قبل كده، اشترك في ورشة عمل، اقرأ كتاب في مجال مختلف تماماً عن مجال شغلك. تطوع، الشغل التطوعي بيخليك تشوف مواقف وناس جديدة، وممكن يكشف لك عن مهارات وشغف ما كنتش تعرف إنهم موجودين. قابل ناس مختلفة، اتكلم مع ناس من خلفيات ومهن متنوعة، ممكن واحد فيهم يلهمك بطريق ما كنتش تفكر فيه. ما تخافش من الفشل، أي تجربة حتى لو ما وصلتكش لشغف مباشر هي خطوة لقدام، بتساعدك تضيق الخيارات وتفهم إيه اللي ما بتحبوش، وده مهم زي ما تفهم إيه اللي بتحبه بالظبط. افتكر، الشغف مش دايماً مرتبط بالفلوس في الأول، ممكن يكون مجرد هواية بسيطة بتديك السعادة. المهم إنك تبدأ تشغل الشرارة الصغيرة اللي جواك.